أنا عايزة أتكلم النهاردة عن تطوير الذات. إحنا يا جماعة دايما لازم نبص لنفسنا على إننا بروجكت، عندنا مشروع لازم دايما نقعد نطور فيه ونهتم بيه ونعمله صيانة ونظبطه علشان دايما يبقى كويس ويوصل لحاجات أحسن. أنا عندي عقل وجسد وروح، لازم يا جماعة تهتموا بنفسكم، كلوا أكل صحي، حافظوا على صحتكم، اتحركوا كتير وامشوا والعبوا رياضة، اهتموا بشكلكم ولبسكم، اقروا كتير جدا على قد ما تقدروا، مارسوا هواياتكم المفضلة اللي انتوا بتخليكم مبسوطين، اتكلموا مع ناس كتير، ناس صغيرين ناس كبار ناس أجداد، ساعدوا الناس، ساعدوا ناس كتير، قربوا من ربنا كل فترة، لأننا كلنا بتجيلنا الفترة دي، المرحلة دي ان احنا بنبعد شوية وما بناخدش بالنا. لا، كل فترة اقف مع نفسك وجدد علاقتك بربنا وقرب منه واعمل حاجات زيادة زود في القرب من ربنا. طول ما ربنا واقف جنبنا هو اللي بيزقنا لقدام. كمان لازم نهتم بنفسيتنا بقى، لازم نشتغل كتير كتير على نفسيتنا. دوروا كتير واسمعوا فيديوهات عن تطوير الذات، مثلا عن التايم مانجمنت، عن تنظيم الوقت، عن ازاي تنجح في شغلك، عن ازاي تسيطر على مشاعرك، ازاي تتخلص من التوتر مثلا والقلق. هو كل واحد هيقدر طبعا يحدد اهتماماته بنفسه اكتر مني، لكن قصدي ان احنا ندور على الحاجة اللي تزقنا لقدام يعني. كمان في حاجة مهمة، التأملات. التأملات قد ايه مهمة يا جماعة، وهحط لكم ان شاء الله لينك مع التسجيل ده، حلو قوي. حاولوا برضو تجربوه، حتى لو الناس اللي ما تعرفش حاجة عن المديتيشن هتقدر تمشي خطوة خطوة مع الشخص اللي بيتكلم او الشخصية اللي بتتكلم، وهتقولك يعمل ايه بالظبط، وهتحس فعلا بفرق بعد ما تعمله. مهم ان احنا نسمع التأملات دي او نعملها، بتغير المود وبتهدي العقل وبتهدي كل حاجة، يعني بتخليك تفكر في كل الأمور والمشاكل بشكل مختلف. أنا اللي أنا عايزة أقوله في الآخر إن احنا لازم نشتغل على نفسنا كتير كتير، لازم نصلح عيوبنا ونقومها، ونحاول ونحاول ونحاول، ما نحبطش أبدا. حتى لو حاولنا وما غيرناش أول مرة، عندنا تاني مرة، عندنا تالت مرة، الدنيا ما خلصتش. يعني في دايما مثل كده بيقولك it's never too late، يعني هو مفيش حاجة اسمها ده خلاص مفيش امل، الدنيا اتأخرت، الوقت اتأخر، انا كبرت، انا الكلام الفارغ ده مش موجود. انت دايما عندك وقت، دايما عندك فرصة، دايما عندك امل، بس انت لازم تبتدي. اول ما انت تفكر وتحس ان انت محتاج تصلح كذا، اقف وابتدي، بس هو ده اللي احنا محتاجينه. آه، بصوا هي طبعا مفيش حاجة سهلة، لازم نبقى واضحين مع بعض، لكن بالتدريب هنوصل ان شاء الله. كلنا بما فيهم انا عندنا مشاكل وعندنا حاجات بنصلحها دايما، وحاجات بنكتشفها في شخصيتنا كل فترة، فيها عيوب، فيها مشاكل، فيها حاجات عايزة تتصلح، حاجات عايزة تقوم، طبيعي. لكن انا ما اقعدش على جنب اقول لا 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 انا كويسة ما فيش حاجة، لا ده ما ينفعش. ان شاء الله حتى تعترف بينك وبين نفسك وتشوف مشكلتك وتشتغل عليها وتحاول تصلحها. في حاجة تانية أخيرة كنت حابة أقولها لكم، أنا يمكن اتكلمت عنها قبل كده، وهي تفريغ المشاعر. مهم قوي قوي إننا نفرغ المشاعر السلبية عندنا على الورق. يعني أي حاجة مضايقاني أجيب ورقة وقلم وأقعد أكتب الشعور اللي أنا حاسه من الموقف الفلاني، واقعد اطلع كل المشاعر وكل الحاجات والاحاسيس اللي انا حساها حوالين الموضوع ده. وانت مع الوقت هتلاقي نفسك بتكتب، هتلاقي نفسك في الاخر خالص هتوصل لشعور ايجابي، هتهدى، وفعلا فعلا ده هيفرق معاك، يعني هيفرق في القصة دي. المهم يعني ان الهدف هنا اننا نطور نفسنا دايما ونشجع بعض على ده، زي ما انا بعمل دلوقتي بشجع نفسي وبشجعكم. ودينا داخلين من اول سنة جديدة، فليه ما نبتديش مع بعض نهتم بنفسنا وصحتنا وعقلنا وجسمنا وكل حاجة. بس فحبينا نشجع بعض ويلا بينا نجو اون يعني. بس باي باي.